اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هعمل معاكم النهاردة كيكة سهلة بسيطة في 5 دقايق، في 5 دقايق بالظبط هتكوني محضراها. لو عندك موز ومش عاوز يتاكل مركون في التلاجة بقى، إيه مش الولاد متأمرين عليه مش عاوزين ياكلوه، هاتيه بقى واعملي الوصفة التحفة اللي انا هعملها معاكم النهاردة دي. حاجة سهلة كده وبسيطة ومغذية، وبيضة واحدة بس، بيضة واحدة بس هنعمل الجمال والعظمة دي. عاوزين بقى تعرفوا انا عملت الحلاوة دي ازاي؟ تعالوا بقى معايا في الفيديو عشان تشوفوا عملت الجمال ده ازاي. يلا بينا يلا بينا. انا اسمي سماح ودي قناتي اكلاتي واختراعاتي. اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي الجديدة. بصوا بقى يا حبايب قلبي، هحط هنا اتنين بيضة في البولة. تمام، بتجيبي بولة غويطة كده بتحطي فيها 2 بيضة، وعلى البيض هتنزلي 4 معالق من السكر. تمام، يبقى 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ هتنزلي عليهم 4 معالق كبار من السكر. وطبعا علشان زفارة البيض هننزل فانيليا، فانيليا سايلة، فانيليا بودرة، المتوفر عندك حطيه. تمام، هقلب بقى البيض مع الفانيليا مع السكر بالشكل ده، اقلبه كويس جدا. تمام، يعني قد ما تقدري قلبي لغايه بس لما السكر يدوب. بعد كده حبايبي هنزل بقى هنا ربع كوبايه من الزيت، ويا ريت الزيت يكون نباتي عشان ما يغيرش معاكي طعم الكيكه وتبقى مش حلوه. يا ريت يعني زيت ذره او زيت عباد. ربع كوبايه، وانا مستخدمه النهارده الكوبايات المعياريه. تمام، وعلى الزيت هنزل نص كوبايه من الحليب. بعد كده هقلب باقي كل المكونات اللي انا حطيتها، اقلبها بالشكل ده لغايه بقى لما تدخل في بعضها وتبقى شكلها كده. تمام، دي المكونات السائله. تعالوا بقى نظبط المكونات البودره. المكونات البودره عباره عن كوبايتين كبار من الدقيق، وزي ما قلت لكم انا مستخدمه هنا الكوبايات المعياريه. تمام، بتسهل عليكي احسن يعني. تمام، بعد كده يا حبايبي هنزل معلقه صغيره من البيكنج باودر. بنخل بقى الدقيق والبيكنج باودر كده على المكونات السائله بتاعتي بالشكل ده. كل ما تنخلي الدقيق كل ما يديكي نتيجه افضل يعني. بعد كده بنزل رشه من الملح، يعني تقريبا ربع معلقه كده. وعلى الملح هنزل هنا كاكاو، كاكاو خام، كاكاو محلى، اللي انت عاوزاه حطيه. تمام، هنزل 3 معالق من الكاكاو، 3 معالق كبار. تمام، بعد كده بنقلب كل الكلام ده مع بعضه بالشكل ده. بصوا بقى، لو بقت معاكم كده حسيتوا ان هي يعني مسكت في بعض كده، ما تقلقوش خالص، نزلوا عليها شويه من الحليب وكملوا تقليب لغايه لما توصل للقوام اللي انا هوريه لكم دلوقتي. تمام، يعني في اي كيكه بتعمليها لو لقيتي القوام بتاعك مسك نزلي حليب، هتبقى معاكي مظبوطه وزي الفل بالشكل ده. انا عايزه القوام ده، بصوا، ولا تقيله قوي ولا خفيفه قوي، حلو قوي القوام ده. تمام، بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا هنا هعمل كراميل. هحط معلقه كبيره من السكر، عليها معلقه كبيره من السمنه او معلقه كبيره من الزبده. تمام، هسيبهم بقى على النار لغايه لما احس ان السكر بدأ لونه يغمق معايا. بصوا، انا مش عايزه السكر يتحرق، انا عايزاه بس يوصل كده للون اللي هو المكرمل. تمام، بالشكل ده. بعد كده بجيب موز. تمام، انا جايبه تقريبا معايا هنا 4 موزات، مقطعاهم بالشكل ده، مقطعاهم دواير كده. هرصهم في الطاسه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو، على السكر المكرمل كده. تمام، بشكل كده متساوي. بعد كده يا حبايب قلبي، بعد ما برص الموز بقى بالشكل ده، بنزل بقى الكيكه اللي احنا عملناها مع بعض، بنزلها كده اهو في الطاسه بالشكل ده. ما تظبطهاش بقى بالسباتيولا ولا اي حاجه ولا بمعلقه، هي بتنزل بتاخد الوضع لوحدها لان الطاسه سخنه، فهي لوحدها بتنزل تظبط نفسها مع نفسها يعني. ماشي بعد كده يا حبايب قلبي، بعد ما بنزلها بقى كلها كده في الطاسه بالشكل ده، بصوا، بغطي عليها وبطي عليها بقى واسيبها لمدة من 30 ل35 دقيقة. ماشي، تسيبيها بقى على نار هادية.
بعد كده بشيل الغطا، تكون استوت معايا بالشكل ده. تمام. بتجيبيها بقى وتجيبي طبق وتقلبي الطاسة في الطبق. تمام. انا عايزة بصي بتبقى معاكي بقى، بصي من تحت استوت وواخده معاه والموز واخد اللون المكرمل بتاع السكر، شايفين؟ انا بقلبها بس على الناحية التانية علشان بس يعني لمدة دقيقتين كده على الناحية التانية. تمام. علشان بس اتأكد ان هي كلها استوت، ما يبقاش فيها حاجة مش نية خالص. تمام. بسيبها لمدة دقيقتين بس على الناحية التانية بس. هي كده استوت وبقت معايا زي الفل، شايفين؟ عايزه اقول لكم الموز قالب ريحه الشقه، تحفه. بعد كده حبايبي بجيبها بقى وبحطها في طبق وبقطعها وتبقى معاكم بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده. يعني لو مكسلين ومش عايزين تشغلوا الفرن وعايزين تعملوا حاجه في السريع كده في 5 دقايق، هتخشوا تعملوا كيكه القمر دي. شايفين حلوه ازاي؟ شايفين جميله ازاي؟ تجنن 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 بجد، تحفه. لازم بقى تجربوها بطريقتي. حطيتها كده في الطبق بقى. طبعا لو عندكم بقى اي صوصات، عندكم صوص شوكولاته، كراميل، فراوله، اي حاجه، حتى لو مش عاوزين تحطوا، هي لوحدها كده اصلا تجنن. انا كان عندي متوفر عندي هنا صوص شوكولاته بيضه، فحطيت كده على الوش. شايفين الجمال؟ لو هتطلبوها بقى من بره دي هتجيبوها بكام؟ هتجيبوها بكام قولولي؟ حاجه تحفه. يلا بقى ناكل بقى وندوق الكلام ده. طبعا انتوا دلوقتي بتفتحوا بقكم دلوقتي وتقولوا واو، صح؟ انا باكل لوحدي، بس انتوا بقى لما تجربوها بطريقتي هتعرفوا ان هي تحفه. بسم الله. واو، طعمها يجنن يجنن يجنن، حاجه كده بتدب في البق. الموز مديها طعم يجنن، وعليه الشوكولاته دي، واو، حلوه قوي قوي قوي، احلى من الجاتو. انا هخلص معاكم القطعه وانا واقفه كده من جمالها. يا رب بقى الوصفه تعجبكم يا حبايبي. يا رب بقى لو عجبتكم ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، اكلاتي واختراعاتي. وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل وصفاتي الجديده. وكل سنه وانتم طيبين. يلا مع السلامه.